الإدريسي مولاي عبد السلام رئيس جمعية مغاربة ونعتز. نحن متواجدون الآن بأحد فضاءات مستشفى الأطفال بالرباط، هو المدرج للمستشفى، ضمن فعاليات الدورة ال15 لليوم التضامني الترفيهي لفائدة الطفل المريض. الفقرات ديال هذا البرنامج ديال هذه الدورة تضم ورشات في الرسم والتلوين والأعمال اليدوية، وفقرات ترفيهيه وتنشيطيه لفائده الاطفال المرضى، وكذلك توزيع الزيد من 200 هديه على نزلاء الاطفال المرضى، نزلاء مستشفى الاطفال بالرباط. هذه الفقرات ديال هذه الدوره تمثل بالنسبه لهذه الاطفال واحد الفسحه فنيه تخرجهم من اجواء الروتين العلاجات الطبيه والبروتوكولات العلاجيه الى اجواء يطبعها الترفيه والبهجه والسرور. الهدف من برمجه هكذا دورات وهو المساهمه في رسم الابتسامه على محيا هؤلاء الاطفال المرضى، وكذلك المساهمه في تكريس انبل قيم التضامن والتكافل بين افراد المجتمع. نصل الان الى الدوره ال15، وهي هي ثمره لجهود مجموعه من الاشخاص اللي من هذا المنبر واثرت على نفسي ونيابه عن جميع اعضاء الجمعيه. اتقدم باسماء عبارات الشكر والامتنان لكل من يساهم وساهم من اجل انجاح سواء الدورات السابقه او هذه الدوره. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين جورنال 24 وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.